اهلا بحضراتكم معانا النهاردة في حلقة جديدة من سلسلة حلقاتنا عن كورنيش اسكندرية وشواطئ اسكندرية. النهاردة احنا فين؟ احنا في النفق الجديد بتاع شارع 45، ولكن النهاردة قررنا نصور في منتصف الليل او بمعنى اصح الساعة 4 بعد نص الليل. شايفين طبعا حضراتكم اسكندرية مضيئة في كل الأوقات، وطبعا اسكندرية 24 ساعة فيها حركة. شايفين طبعا ده كده كورنيش اهو، بحر اسكندرية او بمعنى اصح شاطئ البوريفاج. طيب يا جماعة، اسكندرية جميلة ومهما نتكلم عنها مش هنقدر نوصف جمالها وحلاوتها. اللي على ايدينا الشمال ده الممشى السياحي الجديد طبعا، اللي تم افتتاحه افتتاح تجريبي اثناء شهر رمضان. طيب خلينا نقول نوصل ازاي للمكان دوت. ده شارع 45 او بمعنى اصح تنزل العصافرة هتعدي نفق القطر هتلاقي نفسك في شارع 45 بحر السكة اهو كده. هو شارع 45 واللي قدامنا بالظبط ده كوبري جمال عبد الناصر او شارع جمال عبد الناصر. هنلف كده العكس، ده اسماك الكتعة طبعا معروف. كده طلعنا تاني اهوت على كورنيش اسكندرية. طبعا قبل ما نكمل الفيديو النهاردة طبعا حابين نفكر حضراتكم انكم لو اول مرة تشوفونا ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم مننا كل جديد. اهلا بيكم معانا في حلقة جديدة من قناتكم ياسر هيروح فين. طبعا التصوير ده يا جماعة زي ما قلت لحضراتكم كان في منتصف الليل، ولكن طبعا شايفين اسكندرية بيبقى فيها حركة على مدار ال 24 ساعة، وبالأخص طبعا مع قرب دخول فصل الصيف. طبعا في فصل الصيف هتلاقي المنطقة دي متكدسة وزحمة جدا جدا جدا، لأنها معروفة من أكتر الأماكن. شايفين طبعا ده الممشى السياحي الجديد وكان عليه ناس والكلام ده الفجر زي ما بقول لحضراتكم. طبعا مع دخول فصل الصيف هتلاقي المكان هنا هيبقى مزدحم جدا جدا جدا. طبعا نتمنى نحافظ على الممشى السياحي عشان يفضل مفتوح وما يتقفلش زي ما حصل في كوبري استانلي. شايفين طبعا ده النفق اللي طالع من النفق ده يا جماعة، طالع من شارع 45 وهياخد طريق الكورنيش. هيمشي بقى كده معانا اتجاه المنشية والشاطبي ومحطة الرمل. واللي نازل النفق بيدخل يطلع على شارع 45 قبل السكة وبحر السكة طبعا، ويكمل لحد ما يوصل للطريق الدولي. واللي في وشنا ده شارع 45 اهوت يا جماعة. واللي على الشمال ده سوبر ماركت فتح الله، معروف طبعا جدا في اسكندرية. طريق الكورنيش اهو كده اللي ماشي على ايدينا الشمال رايح اتجاه المنتزه والمنظرة والمعمورة. واللي نازل يمين منشية خالد بن الوليد، وكمان محطة الرمل والشاطبي ومجمع الكليات. وعلى ايدينا اليمين الممشى السياحي الجديد اللي بجد اصبح مكان بيجذب كل اهل اسكندرية، خصوصا طبعا الاهالي اللي من هنا في المنطقة. كل اهل المنطقة وشباب المنطقة دايما بيبقوا متجمعين على الممشى السياحي الجديد. شايفين اهو تصوير كده عكسي للنفق. والمنطقة اللي تحت اللي فيها الرملة ديت يا جماعة اللي في وسط النفق صورناها قبل كده، بيتلعب فيها راكت بنسبة كبيرة جدا. ده كده شاطئ البوريفاج. شاطئ البوريفاج طبعا من اهم الشواطئ اللي هتبقى معانا في فصل الصيف واكبرها. وكنا صورنا حلقة خاصة عن شاطئ البوريفاج، وفي ناس كتير طلبت مننا ننزل الشاطئ تحت ونصوره. فبإذن الله استنوا حلقة قريبة عن شاطئ البوريفاج وجماله وكل حاجة فيه. شايفين طبعا احنا فوق الممشى والشاطئ بيبقى تحتينا، وده جمال اسكندرية وبحر اسكندرية. طبعا المنطقة هنا تم تطويرها تطوير جميل جدا زي ما حضراتكم شايفين. اتطورت بالكامل والممشى ده اتعمل مع ان تم طبعا اقتطاع جزء من الشاطئ، ولكن طبعا نظرا لان شاطئ البوريفاج من الشواطئ الكبيرة جدا، فطبعا بعد حتى لما اخدوا جزء من الشاطئ، الشاطئ زي ما هو كبير جدا بسم الله ما شاء الله. سعر تذكرة البوريفاج يا جماعة هتبقى 25 جنيه وبتاخد كرسي وترابيزة
والمواعيد هتبقى من 7 صباحا لحد 7 مساء، وبعد 7 مساء يعني زي دلوقتي كده بالليل هيبقى الشاطئ شغال، بس هيبقى شغال كافيتيريا. طبعا الشاطئ لسه جديد فنضيف جدا جدا زي ما حضراتكم شايفين. طبعا نتمنى تكونوا اتبسطتوا معانا في حلقة النهاردة. بإذن الله هنتابع معاكم، مش هنتأخر عنكم في الأيام اللي جاية. هنفضل متابعين بإذن الله زي ما قلنا لحضراتكم كل حاجة بتحصل في اسكندرية، وبالأخص طبعا في كل شواطئ اسكندرية، وهنصور بالليل وبالنهار. نتمنى طبعا تتابعونا باستمرار، وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان طبعا يوصل لكم فيديوهاتنا أول بأول. ده لو حابين اسكندرية وحابين طبعا تعرفوا كل أخبارها.